السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام المباركة باليمن والخير والسعادة والبركات. لجنة الخطة والموازنة اليوم بمجلس النواب وافقت على المشروع المقدم من الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي من 36,000 إلى 40,000. تابعونا بعد الفاصل لمعرفة كافة تفاصيل هذا القرار. بداية هيا نتعرف، أنا قبل ما نتكلم على موافقة مجلس النواب على الموافقة على رفع حد الإعفاء الضريبي من 36,000 إلى 45,000 كما أعلنها السيد رئيس الجمهورية، ودي طبعا فيها استفادة كبيرة لجميع العاملين بالدولة. طبعا احنا عارفين أن عندنا الزيادة الأولى للمرتبات هي زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه شهريا، ودي برضو تم الموافقة عليها في مجلس النواب في لجنة القوى العاملة بمبلغ 300 جنيه شهريا لكافة الموظفين بالدولة وكذلك المعاشات. لكن اليوم أيضا تم الموافقة على رفع حد الإعفاء الضريبي. إذا كانت 36,000 بقت 45,000. إيه معنى الكلام ده؟ أنا عايز أقول أن معنى الكلام ده أي حد مرتبه سنويا لا يتجاوز 45,000 مش هيدفع ضريبة عن المرتب نهائي. بمعنى لو قسمنا 45,000 على 12 شهر يعني تقريبا 3,750 جنيه. يعني لو مرتبك شهريا صافي، خلي بالك، صافي 3,750 جنيه، يبقى انت كده مش عليك ضرائب نهائيا، مفيش اي ضريبة عليك نهائي لو انت مرتبك 3,750 جنيه شهريا. يعني مثلا لو مثلا خدنا نموذج مبسط جدا على واحد مرتبه 5,000 جنيه شهريا، ده اللي هو الصافي. لو بصينا عملنا مقارنة بسيطة جدا بسرعة بس عشان تفهم ايه معنى يعني زيادة حد الإعفاء إلى 45,000. كان حد الإعفاء الضريبي 24,000 وده قبل يوليو 2024. يعني الزيادات اللي فاتت جات احنا عارفين في شهر أبريل. طبعا في شهر أبريل قالوا أن هناك زيادة حد الإعفاء إلى 30,000، كان 24 زودوا ل 30,000، بعد كده الرئيس زودوا ل 36,000. لو أنت مرتبك في الفترة دي 5,000 كنت هتدفع تقريبا شهريا ضرائب 231 جنيه. لو مرتبك 2,000 جنيه، لأن حد الإعفاء الضريبي كان 24,000 في الفترة دي، يبقى أنت مقابل حد الإعفاء الضريبي 24,000، يبقى أي واحد مرتبه مثلا 5,000 كان بيدفع 231 جنيه شهريا ضريبة. طيب لما رفع حد الإعفاء في شهر يوليو اللي فات لحد 36,000 جنيه قل معانا الضريبة في الشهر، قلت. ليه بقى؟ لأن 36,000 معناها أن أنت لو بتاخد 3,000 جنيه في الشهر ما عليكش ضريبة، وما فوق الثلاثة لو أنت بتاخد 5 مثلا يبقى هتدفع ضريبة على 2,000 فقط. فهنا أنت نفس الموظف اللي بياخد 5,000 كان قبل شهر يوليو كان بيدفع ضريبة 231. من بداية يوليو لما صدر القانون 30 لسنة 2023 ورفع حد الإعفاء ل 36,000 جنيه شهريا، خفت الضريبة، بدل ما هتدفع 231 جنيه في الشهر الضريبة بقت عليك 106 جنيه شهريا. شوف بقى 106 جنيه يعني تقريبا في 125 جنيه دي زيادة ليك شهريا في المرتب كل شهر. عشان كده أنا بقول دي الزيادة الثانية. طيب دلوقتي تم رفع حد الإعفاء في القانون الجديد اللي هيتوافق عليه إن شاء الله نهائيا من البرلمان ثم ينشر في الجريدة الرسمية. وصلوا الرئيس ل 45,000 جنيه شهريا. معنى كده بدل ما انت كنت 3,000 جنيه وتدفع ضرائب، لا دلوقتي اقل حاجه 3,750 جنيه ده ما عليهمش ضرائب نهائي. فانا بدل ما كنت هاخد على 2,000 لا هاخد على الباقي بس فوق. يعني الموظف اللي بياخد 5,000 هيدفع 1,250 فقط، هي اللي هياخد عليها الضريبه، هو اللي هياخد عليها الضريبه. ولذلك لو بصينا في الموظف دي بعد رفع حد الإعفاء الجديد فهنا الضريبة بتاعته هتبقى بسيطة جدا، يعني ممكن 90 أو 100 جنيه الضريبة الجديدة، فهنلاقي
كل ما يزيد حد الإعفاء كل ما أنت تستفيد. يعني على الأقل في كتير مننا ممكن يستفيد ب 100 جنيه و120 و130، وفي أقل 70 و80 و90، وفي أكتر. يعني دي على حسب إيه؟ على حسب المرتب بتاعك والصافي بتاعه، وعلى حسب الدخل بتاعك والشريحة تمام اللي أنت هتخش فيها، سواء الشريحة الأولى أو الثانية أو الثالثة تمام. زي ما إن شاء الله ممكن نعمل فيديو خاص بهذا الموضوع ونوضح فيه، لكن ده مبدئيا عشان أقول لكم أن اليوم مجلس النواب اللي هي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت على ايه؟ وافقت على حد الاعفاء الضريبي ورفعه لكام؟ ورفعه ل 45,000 جنيه تمام سنويا. وفي مذكرة إيضاحية لمشروع القانون دي اللي عدتها وزارة المالية وأرسلتها للبرلمان، فبينت فيها أنه في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي بما يضمن تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في نفس الوقت، وإزاء الحاجة الملحة إلى أهمية تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور. فقد أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وطبعا حيث رؤية تعديل نص المادة رقم 8 من القانون الحالي بتعديل شرائح ضريبة الدخل لجميع الأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة المرتبات والنشاط التجاري والصناعي والثروة العقارية وغيرها بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية. فحيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30,000 جنيه سنويا، يبقى رفع الشريحة الأولى اللي هي ما بيبقاش عليها أي ضرائب إلى 30,000. أمال 45 جات من فين؟ ال 45 تمام أنا عندي 30 هنا في الشريحة الأولى دي معفاة تماما، ومعايا حاجة اسمها الإعفاء الشخصي موجود في المادة 13 في القانون القديم. يعني وصل الإعفاء الشخصي كان 9,000 وصل ل 15,000، ف 15,000 حد إعفاء شخصي ومعايا كمان 30,000، يبقى هي إيه دي؟ 45,000 جنيه سنويا تمام. يعني بما يعادل 3,750 جنيه شهريا. لو انت مرتبك 3,750 جنيه شهريا صافي يبقى ما عليكش اي ضرائب تمام. واللي يزيد بعد كده لو انت 5,000 بتدفع على ما زاد، يعني بنعفيك في الاول وبعد كده ايه؟ وبعد كده بناخد على اللي فوق ايه؟ الحد المعفي. كده ده بالنسبة لمشروع القانون اللي وافق عليه مجلس النواب اللي هي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم. وبعد كده إن شاء الله هننتظر الموافقة النهائية على هذا القانون في مجلس النواب، ثم بعد ذلك نشره في الجريدة الرسمية. وإليكم الصور المبدئية التي وافق عليها والجدول الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. ولو بصينا في هذا الجدول سنجد أن الشريحة الأولى تمام من 1 جنيه إلى 30,000 جنيه دي معفية، ومعاك 15 زي ما قلنا إعفاء شخصي ب 45,000. بعد كده الشريحة اللي بعد كده الشريحة الثانية الأكثر من 30,000 ل 45 فيها 10%، وبعد كده أكثر من 45,000 ل 60,000 الشريحة اللي بعدها 15%. وإذا كنت بتاخد في السنة من 60,000 إلى 200,000 عليك ضريبة 20%، وإذا كنت بتاخد أكتر من 200,000 ل 400,000 شريحة أعلى برضو. يعني كل ما دخلك بيزيد وكل ما مرتبك بيزيد كل ما شريحة الضريبة بتبقى أعلى. ثم بعد ذلك ما زاد على 400,000، طبعا فيش حد في الموظفين في الجهاز الإداري ممكن يكون بياخد أكتر من 40,000، فده عليه 25% شريعة 25% من الضرائب. ده الجدول. وأيضا حرفق لكم أيضا المذكرة الإيضاحية بتاعت وزارة المالية حتى تطلعوا على كافة الأمور. ده حبينا نوضح لكم النهاردة، وبنحاول نوافيكم أول بأول فيما تم في هذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من واسع فضله. وإذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسونا من صالح دعائكم، كما لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة حتى يعم الخير والنفع للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى، وحتى يصلكم منا كل جديد أولا بأول. دمتم بخير، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.